بسميت دردك في السوق العاميه دابا فيها الديكزاميتازون. الوغ الديكزاميتازون هو سي ان كورتيكويد اللي عنده اثار جانبيه خطيره الا ما تخدش، يعني هو كيتستعمل في امراض مدمنه لكن عنده اعراض جانبيه خطيره. الاعراض الجانبيه ديالو تقد تكون بالنسبه للسيدات اللي باغيين يغلاضوا اصلا الغلظ اللي كيغلاضوه، يعني لا ديستريبيوسيون ديال المواد الدهنيه في الجسم ديالنا ما كتكونش هي هذيك، كيعطي هشاشه العظام، كيعطي لابو كتولي رهيفه بزاف، كتولي كتاثر بزاف بالشمس، كتولي فراجيل تخي فراجيل، كيعطي ديابيت، يقد يعطي كسور في العظام، يقد يعطي واحد الغلظ اللي هو مشوه، يعني ماشي داك الغلظ اللي هما باغيينه. يعني هذا الدواء هذا خطير بزاف. الاعراض الجانبيه اللي كتسبب فيها حبه الدردك اللي كشفاتها الدكتور هدى سفياني ما غتختلفش على الشيء اللي غتحكيه لينا هاد السيده بخصوص قصه العمه ديالها. هاد السيده اختارت تحدث لينا بوجه غير مكشوف، الشيء اللي كيبين درجه حساسيه الموضوع، وان الحديث بين مزدوجتين لضحايا هاد المنتوجات ماشي امر سهل. القصه ماشي ديالتي انا، والقصه ديال عمتي اللي هي اللي كانت تقلب انها تغلاض، وامي ديالتها انها تشوف ديما راسها غليظه، كانت تتعجل بزاف ديال المنتوجات باش تغلاض. في الاخر استعملت المنتوج ديال دردك ووقعوا فيها افات كثيره، انا ما بقاش تقدر توقف ولا كيطرب لها الماء في ركابي، يعني ولات عندها اعراض كثيره خايبه، ما تقدر توقف، تخرج، تمشى بزاف، تطول في المشي، يعني ولات كتمنى انها لو كان ما استعملتش داك المنتوج نهائيا. انتم كعائله واش كان تاثير ديال الحاله اللي وصلت لها العمه ديالك على العائله ديالكم؟ بطبيعه الحال تاثرنا بها، لان كنشوفوا حاله ديال تدهورات نهار على نهار، ما بقاش كيف ما كانت قبل. دابا انا كنشوف فيها هكاك تاثر فيا بزاف، يعني كنتمنى اي وحده عمرها ما تسمع تقول انا دردك كيغلظ اولا شي حاجه، تحتفظ بالرشاقه ديالتها هي احسن حاجه. فرغم تاثر العائله من الشيء اللي وصل ليه فرد من العائله بسبب دردك، فكتمتنع على فضح الامر بشكل علني، الشيء اللي خلانا نتساءلوا وهما راي ديالهم الشخصي. قدورة كنت عارف المجتمع ديالنا بزاف د الحوايج. كيفاش؟ يعني ما بغاونيش انني نبان. علاش؟ حاجه حاله